بغلاتي كوكو سكان الحديره الكبرى، يلا ورقه وستيلو، ما تنساوش الخشيبات. ايوا يا المشاهدين، الشاشائر اكبر قرقره فيك يا افريقيا. تمنعوا اللاعبين ديال فريق نهضة بركان انهم يلعبوا بالقميص ديالهم حيت فيه خريطة المغرب كامله. علاش؟ ياك انتوما ماشي طرف في النزاع، انتوما دولة محايدة مراقبة، دونك نتوما خليكم برا النزاع، ما دخلكم في خريطة بلدنا. هذيك خريطة المغرب كاملة، والحمد لله اساسا انهم ما داروش فيها الصحراء الشرقية المغربية. دابا يا كريغلاتي بيني وبينكم، جيتو حتى البراكنة وعاد بغيتو تشدو معاهم الضد. براكنة راه تغنانت برو ماكس، راه يخرج في حيط وما يسمعش كلام شي حد. سولوا عليهم وجاده ناس بركان اللي جدودهم عطاو طريحه لفرنسا، وهما دابا كيعطيو طريحه لوليدات فرنسا. انعم واكرم. وتحيه للسي فوزي القجع البركاني الزناسني المغربي الحر اللي كيعطيهم دقه ادروات ودقه اغوش. وهذا احسن اهداء للابواق الششائريه التي اصبحت تقول وجده وبركان ششائريتان. هذه اخر الخرطي والنكت اللي كيقولوهم كريغلاتي. مي دابا فهموا شكون هما براكنا، المغاربه الحرار، ولاد البلاد، بلاد الرجال، قلعه الثوار يا جدك. على اي تم الفصل في الموضوع والطلب من جوارينا انهم يرجعوا الأقمصة التي لا تخالف المعايير والشروط والتي تم تسجيلها من قبل والإعلان والمصادقة على ارتدائها. تم طلب استرجاعها للدراري ديال بركان باش يلعبوا بهم. اش غيديروا جوارينا؟ ما غيرجعوهمش، غيجيبوا ليهم واحد التيشيرتات يمكن شاريينهم من شي بلاصات تماك، تيشيرتات سواقيين، لعبوا بهادو. من نيتكم كريغلاتي البركاني فرط في هاد التيشيرت هذا باش يلعب ليك بداكشي اللي من نيتكم جوارينا؟ ولا واه احترموا شويه. فتعنتت نهضة بركان، والله ما لبسوا من غير التونو ديالنا. وحاليا تم إلغاء موعد المباراة ولو طارت معزة يا جوارينا. وتحملوا، شوفوا حنايا كمغاربة كنمشيو بالقانون، كل شي ريقلو. حنايا عندنا دولة مؤسسات، ماشي اللي نحكمه ما راني طالقاه. نتوما تغلطوا ولقجع يكنش ليكم وموتسيبي تاعنا برك برك. نسمعوا شويه ديال البكائيات ديال القنوات الششائريه. داروش واش كان في راسهم، كل ما يحبوا يديروا واش كان في راسهم يلقاو كيما نقولوا ناس تخبط الطابله. ما تلعبش بالسياده الوطنيه، السياده الوطنيه خط احمر، بدل تريكو وروح. ليكيب تاع المروك بتريكو تاع المروك وتاع الصحراء الغربيه، هذه لا يجوز. هذه راهم يديروا في السياسه، راهم يزيدوا يلعبوا في الحاله. سبور يبعد سبور خو، ما كاش تريكو تاع الصحراء الغربيه. اليوم نظن ان الكاف مره اخرى يعني بينت ان يعني تخدم لطرف وهو الطرف المغربي، وهذا يعني المخزن اللي عنده تقريبا يعني ما ميز على الاتحاد الافريقي. اليوم احنا يعني كرياضيين نتاسف لهذا القرار، لان قوانين الكاف وحتى الفيفا يعني هذه الصوره لقاده الثوره الجزائريه في مدينة بركان. وي البلاد اللي علمتكم النضال، يقول لكم الصقعين نوضوا دافعوا على بلادكم، نوضوا حرروا بلادكم. تحياتي الناس ديال الشرق المغربي، تحياتي للمغاربه من طنجة للقويره ومن وجده للصويره. كتبدا حميس ديال الشاي الصحراوي المغربي.
دابا الخريطه والبيبليسيتي ديال الشاي الصحراوي. كريغلاتي والله شوفوا هاد القجع قاصدكم، انا نشهد معكم القجع يستفز كريغلاتي وطنطام. جيدوا من هذا المنبر اجدد النداء لعمي تبون، ديبلوكيني راه حشومه رئيس يبلوكي مواطنه، حشومه. كما كان مرتقبا منذ أسابيع، فقد قام فرحات مهني رئيس الحركة المعروف اختصارا بالماك ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى النفاذ، قام بالإعلان اليوم عن ميلاد دولة القبائل من أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن كانت السلطات الأمريكية قد سمحت لحركة الماك التي يقودها مهني بإعلان تأسيس دولة القبائل في 20 من شهر أبريل الجاري من خلال حفل ينظم بقلب نيويورك. وسبق لفرحات مهني أن حدد مساء يوم السبت 20 أبريل 2024 موعدا لإعلان ميلاد دولة القبائل، بينما سيجري إعلان الاستقلال عن الجزائر في 14 من يونيو 2024 من جانب واحد إذا رفض النظام الجزائري الاستجابة لمطالب القبائليين. استقلال جمهورية القبائل من أمام الأمم المتحدة وبموافقة أمريكا، كما التقى قبل ذلك بممثلين عن دول عربية يقال أن بينهم الإمارات اللي جالسة سلخ في جوارينا، وانا نفك ونقول ليه وضربيه وعلاه تضربيه وعلاه تحقريه، ونقول لهم نعلو الشيطان والو جالسين يوميا طق الدق والله تبقاو فيا جونا كل التضارب. كل التضامن مع جمهورية القبائل التي كانت تعاني من مجموعة من الممارسات الغير مقبولة من طرف الششائر والششائريين. احنا كمغاربة نتبنى موقف دولتنا أنها خاطيها بوليتيك، حنا كمغاربه خاطينا بوليتيك، حنا شبيناتنا جوج ديال الشعوب وتقرير المصير وداكشي، حنا نتفرجوا من البعيد. اما الدوله ديالنا فلحد الان هي لم تدعم ماديا هذا الاستقلال. حنا بلادنا تابعنا كاس افريقيا، تابعنا كاس العالم، استثمارات، بنيه تحتيه، حنا ماشي بحال واحد الوحدين كانوا سنوات هما كيستثمروا في واحد اللاعب غالي جدا بطوشيسيوس الرابع عشر، استثمروا فيه وداروا جمهوريه وسط الجمهوريه، ولاو شدوا واحد الحانوته وعطاوها لواحد الربعه ديال الشلاهبيه وداروا بهم عاود حانوته وسط الحانوته. وهي قاره، القاره شنو هي؟ قاره تضم مجموعه من الدول او الجمهوريات، فهما كيحققوا حاليا الحلم ديال انهم يكونوا قاره. انعم واكرم، اللهم بارك وزد في ذلك. تحية طيبة للشعب القبائلي الشقيق، تحية طيبة إلى الحكومة المؤقتة لجمهورية القبائل، وتحية طيبة بطبيعة الحال إلى رئيس الحكومة المؤقتة السيد فرحات مهني. معكم الدكتور الحق الصلايبي من المغرب، خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية، واستغل هذه الفرصة لأبارك للقيادة القبائلية والحكومة المؤقتة والشعب القبائلي ميلاد الجمهورية القبائلية. تبارك الله على دكتور الصنايبي، ديما كتجري في الخير، والله يقدرك ويقدرنا على فعل الخير مع جوارينا الجدد جمهورية القبائل الشقيقة. أنا الساعة 18:57 دقائق. في سيادة سول أولي كقبائليين
الله تبارك الله. كاين الشعب، كاين الاخوه في جمهوريه القبائل، ماشي بحال شي وحدين مشاو غير 4 كيدوروا تماك في داك الحانوته اللي حطاوهم في الجزائر. هنا كيبان لي كاين ناس، شعب باكمله يريد ان يتحرر من الششاير. ايوا كل التضامن معهم كما كنقولوا حنايا، متفرجين ومتضامنين، لكن بلادنا عندها اولويات اخرى. يلا هكري غلاتي، نتمنى ان الدقه تكونوا حسيتوا بها. كي يكون العسكر زعفان انا نكون فرحان. هذه 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 لا جوا، لا جوا باسكو اللي وقع اليوم سي اون ديفيت. هاد لاجونت ميليتير هادو، انا يعني قبل ما نخلي لكم الاخر باش يعني بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه. هادو اللي راهم حاكمين الجزائر واللي يتبعوهم سي دي مالاد، مراد، سي دي مالاد هادو. هذه هي بكل صراحه. وهي الصراحه استاذ وليد راه عندهم اليوم جوج ديال الاحزان، الاول ديال بركان والثاني انك جيتي عندي انا. انا نعرفك مليح، جو تري بيان، ونعرف بلي انت مزعجه لهم، مزعجه لهم بشكل الحمد لله. وي، وجميع اللي يجيني لي ميليتير حبيبي ونبغيه بار ديفو. ايوا كريغلاتي، كما تدين تدان. خليت لكم الراحة، بزاف ديال الراحة، تصبحون على طوابير وكوابيس وجمهوريات جديدة يجدكم. باي.